مرحبا مشاهدي برنامج ساعة زمن من داخل وخارج اليمن. حلقة اليوم متميزة جدا جدا لأنها تأتي في إطار شهادات أطراف الصراع السياسي حول حقائق ما يجري في اليمن مؤخرا. ضيف اليوم عرف بجرأته في الطرح ومواقفه المثيرة للجدل داخليا وخارجيا وصولاته وجولاته القبلية والسياسية والمسلحة. يسرني اليوم أن أستضيف الشيخ حسين عبد الله بن حسين الأحمر، أحد أبرز المشايخ الشباب لقبائل حاشد وأكثر أبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر تشبها به. أقدر جرأته كثيرا لأنه وافق المشاركة معنا لتوضيح الحقائق للناس ولو كانت في قناة خصمه. مرحبا فيك يا شيخ، وأقدر كثير 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 حضورك وموافقتك على المقابلة. أهلا وسهلا. خلينا نبدأ من البداية ونشوف أين موقعك الآن من الخارطة السياسية في نوفمبر 2012. ما هو الحزب الذي ينتمي إليه الشيخ حسين؟ الفكر، التجمع، التحالف؟ الحقيقة احنا الآن إن شاء الله في الأسابيع القادمة سنعلن تشكيل حزب التضامن الديمقراطي، والذي يضم عدد من أعضاء مجلس النواب والمشايخ والأكاديميين والتجار والشباب والمرأة. وأخذنا فترة طويلة في التهيئة للحزب، لأنه في مفهومنا نريد حزب جماهيري نخبوي، مش نخبوي فقط ولا جماهيري فقط. إضافة إلى ذلك أن الحزب هو يحتاج إلى مشاركة آراء كل من يريد أن يكون ضمن اللجنة التأسيسية في الحزب. القبيلة موجودة فيه؟ موجود في كل الكوادر، بس في تركيز على القبيلة، لأنك عرفت بتركيزك على القبائل بشكل لا كبير. ما أحد يستطيع يلغي القبيلة في اليمن، لا أحد يستطيع يلغي الآخر، مش فقط القبيلة. حتى في إطار المشروع المدني. حتى في إطار المشروع المدني احنا نعمل على تمدين القبيلة بما ينسجم مع عادات وشريعتنا الإسلامية وأفكارنا اليمنية وتاريخنا اليمني وحضارتنا اليمنية. طب هذه واحدة من النقاط اللي انتقد الشيخ حسين كثيرا عليها، يعني كيف ممكن تكون ندعم القبيلة في إطار المدنية؟ إيش المدنية أصلا؟ المدنية إنك تعود للدولة في كل مواقفك وفي كل قضاياك، وأنت تعمل بموجب الدستور والقوانين النافذة الذي شرعت، و على العمل ضمن إطار مؤسسي من خلال الانتماء إلى الجمعيات، إلى المنظمات، إلى إذا لا توجد لازمة للقبيلة. لا توجد لازمة في القبيلة. لازمة للقبيلة يعني. ما أنا لا أقول إنه لا توجد لازمة للقبيلة. القبيلة ما حد يستطيع يلغيها، بس نستطيع أن نمدنها. لا تستطيع أن تمدنها، أما أنك تلغيها. الذي يعمل على ويعتقد أنه سيستطيع يلغي القبيلة هذا واهم. طب عشان ما القبيلة موجودة في أمريكا، موجودة في أوروبا. كيف موجودة في أمريكا يا شيخ؟ موجود القبيلة. إيش أبرز القبائل في أمريكا؟ والله أنا ما عنديش خلفية، لكن أعرف إن في تعصب في كل المناطق. تعصب صحيح، طوائف. بس عشان ما شتتكش عن الفكرة الأساسية اللي طرحته، وهي الحزب الديمقراطي. إيش علاقته الحزب أو إيش الرابط ما بين الحزب الديمقراطي وحزب التكتل الذي كنت؟ لا، التكتل هو ضم عدد من المكونات والقيادات السياسية والشبابية. أما الحزب هو حزب مثل غيره من الأحزاب الناشئة التي أنشأت، ولكن عندنا أمل وطموح أن الحزب يكون له مساهمة فعالة ومساهمة قوية، ويكون موجود في كل مديرية وفي كل قرية وفي كل مركز وفي كل أسرة يمنية بإذن الله. طيب إيش دورك أنت بالحزب؟ أنا والله دوري كواحد من المؤسسين. طيب يعني إذا في انتخابات وأصروا عليك أنك تكون قيادي في الحزب، يعني والله هذا راجع إلى المؤسسين، وبعد ما نكمل تكوينات الحزب راجع إلى القيادات الوسطية والقيادات العليا. يعني خلال هذا الأسبوع تحديدا بيعلن عن الحزب الديمقراطي؟ هذا الأسابيع، هذه أسبوع أسبوعين يعني إن شاء الله. طب إيش بيكون موقع هذا الحزب من الخارطة السياسية؟ هل من التحالفات هل سينضم مثلا للمشترك أم إلى تحالف المؤتمر الشعبي العام أم إلى إيش من تحالف؟ في الحقيقة احنا لا توجد بيننا خلافات سياسية مع أي طرف سياسي في اليمن، وسنقف أمام كافة القوى السياسية في اليمن على مسافة واحدة. والخلاف الوحيد الذي سيكون بيننا احنا وأي طرف هو اليمن. أي طرف يعمل على هدم اليمن وإقلاق الأمن والاستقرار والاستئصال بالسلطة المفردة وإلغاء الآخر، هذه اللي توجد الخلافات.
أما بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى السياسية يدنا مفتوحة لهم للقاء والتشاور والعمل مع كل الشركاء حتى لو بإخلاص. أخصيتم، يعني مجلس التضامن كان حاضر في التوقيع على المبادرة الخليجية، وأعتقد أنه صخر الوجيه كان يمثلكم، ثم سمعت أنكم استثنيتم من لجنة الحوار، اللجنة الفنية للحوار، واستثنيتم من التشكيلات الحكومية. أنا لا أتحدث عن الشيخ حسين فقط، أتحدث عن مجلس التضامن والقبائل الموجودة فيه. في إقصاء مجلس التضامن تعمدت بعض القيادات المشترك، ولكن احنا يهمنا نجاح الثورة ويهمنا تحقيق أهداف الثورة، ما يهمناش ما يكون مجلس التضامن أو من يمثل مجلس التضامن. طب ليش المشترك حاول يقصيكم؟ أنا لم أقول المشترك، بعض. لماذا بعض قيادة المشترك؟ والله ممكن نسألهم هم هذا السؤال. لا أكيد أنت اختلفت معهم بقضايا معينة. أنا أختلف معهم، وهذا أنا مثلك مستغرب إيش السبب يعني. طيب أنت قلت الآن ثورة، وكان في تصريح لك أو مقابلة في صحيفة الجمهورية ذكرت بأنها تحولت إلى أزمة، فرسينا على بر ثورة ولا أزمة يا شيخ؟ أنا حقيقة أنا أؤمن بأنها ثورة، ولكن نتمنى أنها تتحقق أهداف الثورة الشبابية السلمية التي خرجنا جميعنا نناشد بها ونؤيدها ونقف معها، ودفعنا ثمن من أجل ذلك. ولا يعني ذلك إن الثورة الآن انتهت، ولكن نأمل أن تصحح مسار الثورة، وأن تعمل المبادرة الخليجية والحوار الوطني إلى الوصول إلى ما خرج من أجلها الشعب اليمني أو معظم الشعب اليمني، من أجل مطالبة بالحرية والدولة المدنية التي تنطبق مع شريعتنا الإسلامية. يعني لم تقل أنها أزمة، لم تصرح بأنها أزمة. حاولوا بعض القوى السياسية أنها تحولها لأزمة، لكن احنا مؤمنين بأنها ثورة. منهم اللي حاولوا أزمة؟ والله كثير منهم. المؤتمر والمشترك. أكيد المؤتمر يعني يساعدكم تثوروا ضده يا شيخ. المؤتمر والمشترك حولوها إلى أزمة. أزمة طرفين. أكون صريح أن المؤتمر استطاع أنه يجرجر المشترك أن يحولها إلى أزمة. كيف وهو أصلا بخانة اليك؟ أولا لا توجد ثورة تنتهي بمبادرة. ومبادرة أيوة. وقيادات في المشترك التقوا بقيادة في المؤتمر وحولوها من ثورة إلى أزمة. طيب هل خدمت الثورة أم الأزمة بأي لحظة؟ لا احنا مهما تحولت لكن لازلنا نؤمن بها انها ثورة، وسنستمر في النضال حتى تتحقق اهداف الثورة، وسنقف مع شباب الثورة حتى يحققوا طموحاتهم واهدافهم. طيب شيخ، يهمني اعرف رأي شيخ له حضور قبلي واجتماعي كبير حول اهداف الثورة الذي مصر انها ثورة. ايش هدف الثورة وايش اللي حققتوها يا شيخ؟ احنا هدفنا في الثورة كثير، ما استطيع ان اشرح لك في هذه المقابله انه سياخذ وقت كبير. طب ايش حققتم؟ ولكن من اهم اهداف التغيير، بدايه التغيير. ايش التغيير؟ هذا هدف. هو تغير جزء من النظام. ايوه. وهذا احد اهداف الثوره. أيوة. اثنين، سنسعى على وجود اولا التوريث انتهى، هذا التوريث من اهم اهداف الثوره. ثالثا، سنسعى جاهدين على وجود ديمقراطيه وارضيه سليمه لوجود تنافس حقيقي على الانتخابات القادمة، كانت سواء في مجلس النواب أو الانتخابات الرئاسية، ووجود ديمقراطية حقيقية. خرج الشعب والمواطن اليمني من الخوف، لأنه عاد حد بيخاف. طيب يا شيخ، كان في تصريحات كثيرة وفيها مساحة حرية عالية فيما يتعلق بالتوريث، في كمان نقد مضاد طرح عليكم من شركائكم في الثورة المثقفين، بأنه مثلا لما شكلتم المجلس الوطني الموحد كان في 5 من أفراد أو البعض قالوا 10 من عائلة الأحمر فقط وأنسابهم. أنا ما أشاركت في المجلس الوطني، وفي وقتها مجلس التضامن انسحبنا من المجلس الوطني. أنت انسحبت؟ مجلس التضامن مش أنا وحدي، انسحبنا من المجلس الوطني، وإحنا لسنا مشاركين في المجلس الوطني. أي طيب، أنت انسحبت، بقى 4 الله يحفظهم من عيال الأحمر وانسابهم. ما في شاء العكيمي نسبك موجود صح؟ والله أنا ما عندي اطلاع. الشيخ حميد موجود صح؟ الشيخ صادق موجود هي صح؟ الشيخ حمير موجود. أنا حقيقة هذا توريث يا شيخ. أولا هذه ليش سلطة، مش توريث حكم، ولكن من حيث الواقع أنا أعتبر خطأ أنه يشاركوا 3 أخوة في مجلس واحد، هذا أعتبر أنا غلطة وما أوافق عليها. ولكن في فرق بين توريث سلطة وفي تأسيس مجلس وطني، في فرق كبير بين رئيس ويخلفه ولده ومجلس وطني يشارك فيه أكثر من عضو من الأسرة. صحيح. فرق أو حكومة أو دولة
فيها 50 60 أو 20 أو 30 من الأسرة. هذا مؤسسة مستقلة ومش مؤسسة دولة. صح، اتفق معك انه في اختلاف، لكن لما نجي احنا نواجه توريث لكن قبل أنا قبل بآلياتها كذا. أتفق مع كل الناس الناقدين في هذا المجال أنه ليس من الصحيح وأنه من الخطأ أن يكون 3 أخوة في مجلس واحد. احترم كلامك الصريح الدائم. خلينا كمان نعود لمجلس التضامن، وايش الذي قدمتم لليمن من خلاله؟ احنا والله هل دعمتم القبيله اكثر من دعمكم للمدنيه؟ احنا شوفي، اول فكره مجلس التضامن هو توحيد القبيله. دخل كثير من المشايخ، بعض المشايخ ساهم بمساهمه فعالة وجيدة، وحاولنا ان احنا نستجذب بعض المدنيين والاكاديميين، وقدمنا عدة مبادرات. من اهمها ان احنا وفقنا بين المؤتمر والمشترك في عندما وقعوا في دار الرئاسة قبل حوالي 3 سنوات 4 سنوات، كان مجلس التضامن هو لاعب الدور الاساسي والذي جمع بين الطرفين. قدمنا عدة مبادرات في بداية مشكلة المطالبة بالانفصال، وقدمنا مبادرة وقدمناها للأحزاب السياسية والأخواننا في الجنوب كقبائل، كمجلس تضامن. كمجلس تضامن أغلبيته من القبائل. أغلبيته. أنت قلت توحيد القبيلة، إيش المناطق التي غطيتم قبائلها؟ معظم المناطق اليمنية موجودة، معظم شمال وجنوب. شمال وجنوب، فيها أكثر من 2500 شيخ مجلس التضامن. وكان تمثيل مؤثر للقبائل ولا تمثيل؟ احنا والله شوف، مجلس التضامن لو احنا قصرنا في تفعيله، لو فعلناه بشكل افضل كان للدور اكبر. واستفدنا من الاخطاء التي ارتكبناها في قيامنا او في تاسيسنا او في عملنا من خلال مجلس التضامن. لان مجلس التضامن كان يضم قيادات واسعه من المجتمع اليمني، كان قبلي او مدني. ولكن قصرتم فيه، وطالما العدد من القبائل لم نكن نريد ان نكون ضرف في الصراع، خاصة يعني السنة الأخيرتين، ال3 ل4 سنوات الأخيرة، لأن احنا ما نريد احتقان. كنا نريد أن تخرج اليمن من أي أزمة بدون صراع مسلح، لأن احنا نعرف أن الشعب اليمني معظمه مسلح. فحاولنا أن احنا نكون قريبين من كل الأطياف السياسية ونعمل على المقاربة فيما بينهم. إضافة إلى ذلك عملنا على حل كثير من المشاكل القبلية، وأهمها قضية دماج والحوثيين والسلفيين في دماج. ساهمتم في حلها؟ حليناها. كيف؟ على أي أساس؟ انتهت خلاص. على أي أساس حلته؟ يعني اتفقتم مع الطرفين وصلتم لحل؟ في وثيقة صلح ممكن نعطيكم صورة منها. طب وأنت وقعوا عليها الطرفين، وكذلك في كتاب. وأنت تتحدث عن مجلس التضامن وأشياء أخرى، في كثير من المواضيع يعني تواردت بذهني. أولا الدور الذي لعبته في قضية الثأر وغيره، لكن الأبرز الانتقادات التي وجهت لكم بأنكم لم تكونوا فقط مساهمين في حل الصراعات بقدر ما شاركتم في إثارة الصراعات، مثل موقفكم ضد قرار رئيس الجمهورية حينها ب 2009 لإيقاف إطلاق النار في صعدة. في الحقيقة احنا ما وكان معك تصريحات واضحة في صحيفة النداء. هذا موقف مجلس التضامن، هذا كان موقفي شخصيا، لأنه أنا ما كنتش أكن أداة لأي طرف. لكن كيف تفتح حرب وتعمل مواجهة وتفقد الآلاف من الأرواح وتخرب مدن وفي الأخير تقول انتهت؟ ما هو أولا نريد سبب الحرب، إيش سبب عشان الحرب؟ يخفف سفك الدماء. إذا كان عنده حرص على سفك الدماء كان من المفترض من البداية ما يسفكهاش. الوالد رحمة الله عليه اتصل بعلي عبد الله صالح وقتها وهو رئيس جمهورية وهو من الرياض، يقول له لابد من حل ودي قبل وعادي في أول الفتنة. قال خلال أسبوع ينهي المشكلة. ونريد نتساءل في هذا القضية، كيف كل ما أوشكت المشكلة على الانتهاء نسمع توقيف الحرب؟ كثير الناس لاحظوا هذا الكلام، لكن أنت متهم، حتى الحوثيين طرحوا في بيان حينها في سبتمبر 2009 بأن أنت كنت أداة في يد الرئيس علي عبد الله صالح يستخدمك متى ما شاء، وفي تصريح بصحيفة النداء وهي صحيفة مهنية. أنا لم أكن بأنك لم أكن يدا لم أكن أداة ليد أي واحد، لا لعلي عبد الله صالح ولا الغير. بس كان في تصريحات قاتلة. لكن أنا ضد علي عبد الله صالح، كيف أكون أداة في يد؟ لا حينها لا كانت تربطني بعلاقة طيبة، وكان العلاقة منقطعة مش مستمرة. في بعض الوقت نتوافق وبعض الوقت نختلف، نقعد أشهر مختلفين. وأنا كان وجهة نظري في هذا الأمر أنه الرئيس علي عبد الله صالح على أي حيثية بدأ الحرب وبأيش السبب في توقيفها. وفي وقتها عندما دخلت المملكة العربية السعودية في الحرب مع الحوثي، علي عبد الله صالح قال الحرب بدأت الآن. إيش كان معناها أن الحرب بدأت الآن؟ يعني غريبة. وأشياء كثيرة كانت هناك
تستدعي للتساؤل ما هو أسباب الحرب مع الحوثي احنا وكيف متفقين توقفت معك. الحرب مع 6 الحوثي حروب 7 حروب يبدأ فيها ويقتلوا من الطرفين وبعدين يوقفها، هذه أنت على حق فيها. وكيف تسلمت مجاميع الحوثي هذه الدبابات والمدرعات والأطقم والأسلحة والأموال، كيف وصلت لهم؟ كيف وصلت لهم؟ أكيد في فساد في الجيش، في اتهامات لعلي محسن، في اتهامات لناس مع علي عبد الله صالح. لم يكن رئيسا للجمهورية، واحنا قلنا في وقتها ان توقيفها خيانة وطنية، لان احنا نرى دبابات تسلمت، مدرعات تسلمت، آلاف البنادق ومئات الآلاف من الذخائر تسلمت. يعني كان موقف وطني استمرار الحرب وقتل الحرب خطأ، الحرب في خلال من بدايتها خطأ ارتكبها النظام السابق، وإيقافها خطأ. لماذا إيقافها خطأ؟ لماذا تعمل حرب وما مش عارف ايش القضية اللي بتحارب من أجلها؟ فكان من المفترض من بعد انتهاء الحرب الأولى انها ما عاد تقوم ولا أي حرب ثانية. ولكن ما دام أنت عملت الحرب الثانية، هل سأل علي عبد الله صالح حد عندما عمل الحرب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة؟ بالعكس أنا قلت له في الحرب الخامسة إني بنزل كوسيط، وعندي ورقة من التكليف كنزول لجنة كوسيط. وعندما بدأنا نطلب منه بعض النقاط اتصل بي يوم الجمعة ووقف اللجنة. وكان مش عارف، كان قد تواصلنا مع عبد الملك الحوثي إن احنا سننزل، وكانت المشكلة على جبل واحد فقط. ووافق في وقتها عبد الملك الحوثي على النزول من كافة المناطق المتمترس فيها جماعة الحوثي، وعلى أساس أنه يتم تنفيذ المبادرة القطرية على بحروفها وبكل ما تعني. طب ليش وقفها الرئيس؟ وقفها لأنه كان له مصالح في الحرب. طيب ما بنستغرقش وقت كثير فيما يتعلق بالحوثيين، لكن في نقطة أخرى أحب أعرفها أنا كرحمة حقيرة حتى. هل أنت صرحت إنه وهذه نشرت في صحيفة النداء برضه في مقابلات تلفونية معك بأنه نحن كنا نستطيع أن نقضي على الحوثيين، هم عددهم 49، كنا نستطيع أن نبيدهم على الإطلاق. طب ليش ما تردش على الصحيفة إذا نشرت؟ ما شاهدت. وأنا بحث عد الأسئلة المقابلة موجودة هنا. ما رأيت، ما قلت أنا هذا. طيب عددهم 49؟ لم أقول هذا أنا. قلت أنه عدد قليل وبالتالي كنا على وشك أن نبيدهم لولا التصرفات الخاطئة للرئيس صالح. أنا حقيقة ما أذكر هذا الكلام. طيب تمام، مش حندخل في الحوثيين، بس ننتقل الآن للحراك الجنوبي، دوركم كمجلس للتضامن. كان لكم دور كبير، قلة ربما من الجنوبيين يعترفوا فيه، بينما الأكثر ينتقدوا بشكل لاذع الدور الذي قمتم به. مثل فيما يتعلق بالانفصال، تصريحاتك كانت تصريحات لا يوجد فيها استيعاب لحرية التعبير. تخوين كل من يطالب بالانفصال. كان معك مقابلة في صحيفة مأرب في 2008 مشهورة وموجودة. ما قد خونت حدا. أنا حقيقة أنا قلت من يطالب بالانفصال خيانة. لا اسمحي لي، قد يكون جاء مثل هذا التصريح، لكن الإنسان هو مع الوقت يستوعب أكثر. أولا أنا مؤمن إيمانا كاملا أن الوحدة هي وحدة الإنسان، ما هيش وحدة الأرض. أما الأرض احنا كلها أرض يمنية، وإذا ما انسجمش الإنسان في الشمال والجنوب صعب أنك توحد بينهم. والوحدة لا تأتي بالقوة، الوحدة تأتي بالقناعة من الشعب الشمالي والشعب الجنوبي أنه مصيرنا لن يكون أفضل إلا بوجود وحدة لكي تكون هناك يمن موحدة وقوية. طيب إيش موقفك من المطالبة بالانفصال؟ هذه الأشياء تحتاج إلى حوار واسع، لأنه في مطالبة عند بعض أخواننا في المحافظة الجنوبية بالانفصال، ومطالبة بفك الارتباط. فإحنا نريد من يطالبوا بفك الارتباط وبالانفصال أن نقعد إحنا وياهم وكافة القوى السياسية إلى طاولة حوار ما هي أسباب مطالبتهم بالانفصال. ولا أريد أنا أن أدخل في المزيد، لأنه من الذي سبب أن يطالبوا الآلاف بل عشرات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية بالانفصال؟ هو النظام السابق. بس إيش موقفك أنت الآن من المطالبة يعني أنت تدعي إلى حوار؟ نحن نتحاور معهم أولا. نعم. ولا توجد وحدة بالقوة. طيب ولا لا توجد وحدة بالقوة. الوحدة لن تأتي إلا بقناعة الشعبية. طب أنت تعرف أنه خرجت مسيرات ومظاهرات كثيرة ضد تصريحات الشيخ صادق الأحمر فيما يتعلق بأن هناك سيفرضوا يعني فرض لم يقول الشيخ صادق أنه سيقاتل حد. الشيخ صادق بعض قنوات الإعلام وسائل الإعلام أساءت إلى تصريح الشيخ صادق. أعتقد أنه لا يوجد هناك رجل عاقل يقول سأذهب إلى مقاتلة الشعب الجنوبي من أنه يطالب بالانفصال. طب وضحتم الموقف هذا للناس؟ حق أنا أوضحها الآن. هذا حق من حقوق
كل مواطن أن يطالب بحريته كيفما يشاء. أهم شيء أن تكون هذه الحرية لا تسيء إلى الحق العام أو توجد أو تؤثر إلى وجود اقتتال أو حروب أو إلى آخره. أما بالنسبة لمن يدعو للانفصال، احنا ندعوهم إلى القعود إلى طاولة واحدة وإلى حوار وطني واسع يكفل للشعب الجنوبي حقه، أن لا يوجد هناك أي ظلم لا في الشمال ولا في الجنوب، وأن كل الشعب اليمني يكون هناك مواطنة متساوية حقيقية في الحقوق والواجبات عند كل فرد من أفراد هذا المجتمع. يعني أنت ضد الانفصال دون حوار وضد فرض الوحدة بالقوة. جدا. طيب، في الجنوب أيضا سؤال آخر حول فرع مجلس التضامن. هل افتتاح فرع المجلس التضامن في عدن محاولة لجر عدن المدنية إلى القبيلة؟ لا احنا لا نجير الحد للقبيلة. قلت ليش أنا كم من مرة أنه ما أحد يستطيع يلغي المجتمع المدني ولا أحد يستطيع يلغي المجتمع القبلي، ولكن هناك عادات يعني جديدة دخلت في المجتمع القبلي أساءت إلى القبيلة، وهذه العادات ما أتت إلا في 20 سنة الماضية. نريد من هذه العادات الحديثة السيئة أن تزول، مثل قطع الطرق، مثل النهب، مثل هذه عادات كانت القبيلة تنفيها وتعط لها ردود قوية. اثنين، أنه احنا نريد أنه الدولة تكون هي المسيطرة على كل شبر في أرض اليمن، أن لا يكون هناك شيخ فوق القبيلة فوق الدولة، ولا قبيلة فوق الدولة، تكون هي الدولة فوق الجميع. ولن تكون الدولة فوق الجميع إلا إذا كانت هناك دولة عادلة، ويكون جيش ملك للشعب اليمني وليس لأسرة ولا لحزب ولا لفرد. الدولة لم تكن حاضرة. إيش كان دور القبيلة خلال الأحداث الأخيرة؟ كانت دور القبيلة يعني معظم الذي كانوا في الساحات قبائل. معظم الموجودين في الساحات من القبائل. ولهذا السبب الساحات كانت مسلحة؟ لم تكن مسلحة. الشيخ سلطان السامعي اعترف، قال بأنه تم تسليح الساحات بعد الاعتداء الذي تم. أنا ما أتدخل من تسليح الشيخ سلطان، قد يكون هذا رأيه. شركاء ثورة. لكن أنا ما شاهدت، قد يكون عنده، هل هو زي بحد مسلحين لا أعلم، لكن أنا الذي أعرف أن القبائل كانوا يحطوا سلاحهم في النقاط ولم يدخل الساحة أي فرد مسلح. هذا في البداية حتى النهاية. طب وما زلت الآن مع حق الناس أنهم يبقوا في الساحات أو الشباب في الساحات حتى لو لقينا متضررين؟ لا أنا لست مع هذه الفكرة. أنا مع أنه يكون هناك لقاء في الأسبوعي مثل ما الجمعة يلتقوا كل من كان مؤيد للثورة في الميادين. أما البقاء في الساحات ما أعتقد أن عدله مبرر. طبعا بعض الأخوان من الشباب سينتقد تصريحي هذا، لكن هذه قناعتي أنه بدأت الساحات تضر بعض الساكنين في المناطق التي موجودة فيها الساحات. بعض الناس أكفل بيته وراح يستأجر خارج البيت، بعض الناس دكاكينه أو محلاته أو محطاته توقفت. وأعتقد أن الساحات قد أوصلت الثورة إلى يعني نسبة جيدة من الثورة، ولا أعني ذلك أن احنا نتخلى عن الثورة. ليس التخلي، ليس الوقوف مع الثورة ببقائهم بالساحات. إذا كنا مؤمنين بالثورة في قلوبنا وفي صميمنا لابد أن احنا نناضل من أجل تحقيق أهدافها، ولا يعني ذلك أن احنا نقعد في الساحات. يعني ذلك أن احنا نستمر في النضال والمطالبة، ومن خلال المنتديات والفعاليات واللقاء الأسبوعي جيد، اللقاء الأسبوعي تمام. إذا وجدنا ان في التفاف على الثوره من حقنا في هذا الوقت ان احنا ننزل الى الساحات. طب شيخ حسين، بالمناسبه الشيء تساعدنا بصراحه انك تستحضر لحظات بدايه الثوره في اليمن او بدايه احتجاجات الشباب. ايش كان موقف ومشاعر الشيخ حسين الاحمر حينها؟ ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ونواصل، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا مرة أخرى، ونعود لحوارنا الممتع والصريح مع الشيخ حسين الأحمر. طيب شيخ حسين، كنت سألت قبل الفاصل شعورك أول ما بدأت تتابع الاحتجاجات الشباب في مصر وتونس وقريبة لليمن، هل خفت على صديقك علي عبد الله صالح حينها؟ في الحقيقة الثورة بدأت من تونس وانتهت بشكل سريع وانتقلت إلى مصر. أولا عندما أتت الثورة في تونس كان هناك خلاف بين المؤتمر وحلفائه والمشترك والشركاء، وكنت أنا من الناصحين للأخ الرئيس السابق علي عبد الله صالح بأنه
وحصلت بيني لقاءات أنا وهو، لقاءات مع الآنسي واليدومي، واتصال بالأخ الرئيس عبد الرب منصور، وفي وقتها كان نائبا للرئيس، أنه لابد أنه يكون هناك لقاء، واللقاء لابد أن يتوقف قبله تعديل الدستور ولجنة العليا للانتخابات حتى يتفق عليها الأطياف السياسية المتصارعة. الأخ الرئيس علي عبد الله صالح في وقتها هو اختر جدا بعد نتائج، بعد الثورة في تونس، اختر قبل ثورة تونس، اختر بنتائج خليج 20، واعتقد أنه نجح خليج 20 بفضله هو، بفضل الكوادر البلد. خليج 20 نجح لأن الشعب اليمني اعتبر كل من أتى إلى خليج 20 ضيوف لليمن، مش ضيوف لعلي عبد الله صالح. ما كانش بداية خلافة اقتصادية بينكم وبينه؟ ما عندي أنا شركات حتى تختلف عن وياك اقتصاديا إطلاقا. اثنين، نتائج الانتخابات في مصر، نتائج الانتخابات في مصر أعطتها الأخ الرئيس السابق علي عبد الله صالح زخم أنه سيعمل مثل ما عمل حسني مبارك في مصر، وما خفش من ردود فعل ثورة تونس، لأن تونس ما تؤثرش سلبا أو إيجابيا على اليمن كما مصر تؤثر سلبا أو إيجابيا على مصر، على اليمن. فأعتقد أنه سيستطيع. أنا حتى وقال لي بنفسه، قال شوف أكثر أعضاء مجلس النواب الذي باسم المشترك سيدخلوا الانتخابات من خارج حزبهم. قلنا لا. في وقتها كان يريد مني أن أكون أمين عام مساعد للمؤتمر الشعبي العام، وأنا اعتذرت حينها، وكان موجود على الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رحمة الله عليه. ليش اعتذرت؟ الله يرحمه. والأستاذ محمد عبد الله القاضي. اعتذرت لأنه الأخ الرئيس السابق ما كان يستمع، كان يستمع لفعل. احنا نصحنا، فأنا ما أريد أن أكون طرف في صراع أو أشارك في خلاف قد يوصل اليمن إلى حرب أهلية. بس شيخ، أغلبية تصريحاتك حول الرئيس صالح حينها كانت إيجابية. لم تكن إلا إيجابية. قبل الأحداث لم تكن إيجابية، لأنه سأعطيك المبادرة الذي قدمها مجلس التضامن في حينها. في متى كان؟ كانت في شهر 12. لا، في شهر 12 2011. 2011. لا، أنا ما أتكلمش على كده، أتكلم على قبل. لا حتى أكيد من 2011. حتى قبل خرجنا في خمر بمهرجان ضد مؤتمر الود. لا اسمح لي، ما العلاقة كان يشوبها بعض الود وبعض الخلاف، ما أنا كان أقول مستمر. قبل الثورة، قبل احتجاجات الشباب ككانت تصريحاتك إيجابية. بعد الثورة كان واضح قدمت استقالتك. أنت الحين بتقاطعيني، ما تخلينيش أسرد حتى تستفيدي أنت. طب سرد بس عشان أوضح الكلام. أنا أريد أنك تستفيدي، قد يكون عندك يعني معلومة كافية في هذا. أقل واحد قاطعتك هو أنت يا شيخ حسين، بس تفضل. أنا قلت لك، أنا اعتذرت في حينها، وكان الأخ الرئيس السابق يعتقد أنه سيسيطر على الوضع في اليمن مثل ما سيطر حسني مبارك. عندما أتت الثورة في مصر وخرجت الآلاف بل مئات الآلاف والملايين في مصر، بدأ علي عبد الله صالح يقلق ويشعر أنه لابد من وفاق. راح لمجلس النواب، راح لمجلس النواب على أساس أنه يدعي من خلال مجلس النواب إلى لقاء، وقد مشوا الناس قد تعدى سقف المطالبة، لأنه دائما هو ما يستغلش الوقت. هذا اللي طرحه بني ياسر عواضي. لا يستغل الوقت ولا يستغل الموقف. هو ما يطالب بالرجوع إلى الحوار إلا بعد ما يرتفع سقف المطالبة. أوكي. قررت تستقيل؟ لا. طيب مش وقتها قررت تستقيل حقيقة. استقالوا قبل أعضاء من مجلس النواب. علي عبد الله صالح اعتقد أن الموقف شخصي بيننا احنا وهو، فبدأ يدعي كثير من المشايخ حاشد ومشايخ محافظ عمران لدار رئاسه، ويعطيهم السيارات ويعطيهم السلاح ويعطيهم الملايين، وينتقد بيت الأحمر وإنه بيت الأحمر وعيال الشيخ عبد الله مش عارف. ليش انتقدكم؟ عشان موقف الشيخ حميد؟ ما نش عارف، يعني اعتقد لأنه يريد أنه يعتقد أنه من خلال محافظ عمران يسوي ذراعنا، أن احنا سنتنحى عن موقفنا. فأنا أرسلت رسالة عبر كهلان مجاهد أبو شوال، قلنا قل له القضية مش شخصية، وهو إذا يريد حلول هناك معالجات. طرحت له بعض النقاط في وقتها، طبعا الرجل كان مغرور وقتها. فاضطرنا أن احنا بعد ما حصل القتل في عدن والقتل في تعز وخروج الساحات، احنا من أول من دعم الساحات. كما يدعمها المشترك مجلس التضامن، احنا قبل المشترك دعمنا الساحات. أنتم بدأتم فيها؟ بدأنا بالساحات. ليش دعمتوهم؟ دعمناهم بالخيام، دعمناهم بالتغذية، دعمناهم كمجلس التضامن. كمجلس تضامن. خرجنا في عمران وأعلنا موقفنا. مؤتمر الود لا خرجنا في عمران في مهرجان جماهيري ضد النظام ومطالبة بالتغيير، وكان هذا أول موقف لي صريح ضد قبل الاستقالة
في نفس يوم الاستقالة. في نفس قبل يوم الاستقالة ما كان عندي موقف يعني اني طالبت التغيير، انا طلبت التغيير في يوم الاستقالة. طب اسمح لي اسالك في هذه النقطه ليش؟ تحديدا. لانني انا اولا اعرف انه الاخ الرئيس السابق ما عاد فيش عنده ما يعطي، ومشكلته انه بدا يفكر في التوريث اكثر ما يفكر في الوطن، وهذه مشكله. وجاءت لكم فرصه اللي حصل في مصر وتونس، طبعا وكانت اكيد فرصه مناسبة. اكيد كانت فرصه مناسبه. لو ما فيش ثوره في تونس ومصر ما فيش ثوره في اليمن. طب هذا التغيير في مواقفك، الثورات بدات من تونس. طب التغيير في مواقفك ملفت للنظر. يعني مثلا في هذاك اليوم انت بعت خطابك وتحدثت عن الحوثيين، وكنت تتحدث بتعاطف. ما تحدثت انا. لا في فبراير 2011 أنا اريد منك ان انت تكوني تتكلمي بمنطق. في فبراير 2011 انا طالبت من الحراك وطالبت من الحوثيين ان احنا ننزل شعارات الانفصال، وننزل اي شعارات بيطالب بها الاخوان. قالت من حقهم يدافعوا عن نفسهم. لا لحظه، لا ارجعي الى الشريط مسجل، وقلت على الجميع ان يرفع شعار واحد وهو العمل والثوره والمطالبه بتغيير النظام، وان نتوحد كل القوى السياسيه الموجوده داخل الساحه اليمنيه والعمل من اجل اسقاط النظام. يا شيخ حسين هذه نشرت بكل وسائل الاعلام ولم ينشر نفي. اجيب لك ما هي هذا في كلمتك في مؤتمر ندافع عن انفسهم، هل انت هذا مش من حق الحوثيين ندافع عن انفسهم؟ انا ما اذكر اني قلت هذا، ولكن انا لا اقول من حق الحوثيين. وهذا ما نشر حتى حق المقابله الاولى في 2009 نشرت. اسمحي لي، انا لا اقول من حق الحوثيين يدافعوا، من حق كل يمني ان يدافع عن نفسه. كان الحوثي او غير الحوثي، اي شخص او كيان او مؤسسه او حركه يعتدى عليها من حقها ان يدافع. اذا يا شيخ لازم مسؤول اعلامي يجمع المقابلات هذه ويشوف ايش نشر عليك عشان كمان تردوا عليهم. معنا مسؤول اعلامي، معنا مسؤول اعلامي، وصحيفه النداء صحيفه كويسه. شوفي معنا مسؤول اعلامي، وانا لا انكر ان كان بيني انا والحوثيين خلاف، قاتلنا والحوثيين قاتلنا سنه وشهر. وكلمتك الشهيره في حاشد والتحريض عليهم. نعم وحرضت ضد الحوثيين بعد عودتك من السعوديه. لا انكر ذلك، وهذا شيء حصل. وتقاتلنا في السواد سنه وشهرين وتقاتلنا، وكان في قبائل من حاجه. بس نرجع للاخ الرئيس الصالح كما تذكره باسلوب. اسمحي لي ما انكر هذا، لكن احنا اليوم تجاوزنا الامس. اليوم احنا نريد ان نبني يمن جديد. صحيح. يمن حديث يجتمع فيه كل افراد المجتمع والاسره اليمنيه، كان الحوثي، كان السلفيين، الاخوان المسلمين، القبائل، الاكاديميين، المراه، الجديد والاصلاح، والحوثيين يتقاتلوا دماء الناس. والله بس ايش ترجع شوف كيف بعدتني عن النقطه الرئيسيه. احنا نريد من الاخوان المسلمين الاصلاحيين والحوثيين انه التوسع المسلح هذا مرفوض. توسع اي واحد يريد ان يتوسع. بس انتم انبت الاحمر طرف. مقابله الشيخ صادق الاحمر في قناه السعيده كانت واضحه، ورساله الحوثيين قال انتم معكم اسلحه، احنا معنا اسلحه واحنا نجمع اسلحه. احنا ندعو الحوثي وندعو الاخوان الاصلاح وندعو كل القوى السياسيه والذي يوجد معها قبائل مسلحين انه حوار السلاح انتهى، وانه السلاح لن يعطي ثمره. السلاح ثمرتها الحقد، الدماء، الفقر، الجوع. الآن زمن يتحاوروا فيه الناس ويلتقوا على طاولة واحدة، وبما فيهم الحوثي وغير الحوثي. أعد بالمرونة السياسية في مواقفك، أسميها مرونة سياسية لأنك بدأت تنفعل وبالتالي. لا والله لا. بس في البداية مثلا في موقف الحوثيين، موقفك من الحوثيين وكيف تغير موقفك من صالح، وأنت تذكر بأنها قائمة على مستجدات من قبل الآخر والتطور في مهارات الشخص الآخر. صالح هو أساء إلى نفسه، ما احنا شو اللي أسأنا عليه. هو أساء إلى نفسه وأساء إلى الآخرين. أولا الأخوان في الإصلاح بس كنتم شركاء. كان ضربتهم كانوا شركاء مع علي عبد الله صالح. أنتم كنتم شركاء. كلنا كنا شركاء مع علي عبد الله صالح. الحزب الاشتراكي كان شريك مع علي عبد الله صالح. بيت الأحمر كانوا شركاء مع علي عبد الله صالح. علي محسن كان شريك مع علي عبد الله صالح. كلنا كنا شركاء، لكن علي عبد الله صالح هو اللي ركض الجميع من أجل يوصل بنفس الكرسي. هذا عكس ما يقول اللواء علي محسن. اللواء يقول أنه كان الرجل الأول. هذا عكس ما يقول الأستاذ اليدومي أنه كان صالح مجرد كرت بأيديهم. يعني هو أقل. أنا لي وجهة نظر، قد يكون هذه وجهة نظرهم واحترم. أحترم وجهة نظرهم. لكن وجهة نظري أن الحزب الاشتراكي كانوا حلفاء مع علي عبد الله صالح، الإصلاح كانوا حلفاء مع علي عبد الله صالح، كثير من الأحزاب السياسية، يعني كانوا الرئيسي وهم وحتى بعض المشايخ والعلماء والوجهاء والمفكرين والسياسيين
كانوا جزء من أسس المؤتمر الشعبي العام وخرجوا من المؤتمر الشعبي العام، منهم من أسس حزب الإصلاح ومنهم من أسس حزب البعث الحزب الناصري، كثير منهم كانوا قيادات في المؤتمر الشعبي العام. ولكن مشكلة علي عبد الله صالح في وقتها أنه ما استطاع أنه يقف على مسافة واحدة وأن يكون رئيس للجميع، وقف مع طرف وطرف آخر. طيب إذا كان الشيخ شايف مقابلة سابقة وكثير من الشخصيات يتحدثوا بأنه مشكلته أنه كان أقرب إليكم منهم، وأنت الآن تتحدث أنا لن أقول لك أنه كان بعيد مننا ولا أتحدث أنه بعيد مننا، لا قلت أنه لم يقف على مسافة مناسبة من الآخرين. كأسرة بيت الأحمر مصلحتنا الشخصية مع علي عبد الله صالح وفائدتنا الشخصية مع علي عبد الله صالح، ولكننا فضلنا المصلحة العامة ومصلحة الوطن ومصلحة الشعب اليمني على مصالحنا. أما مصالحنا لا نستطيع أن ننكر إن مصالحنا الشخصية شيخ الله يرضى عليك بشكل أفضل بوجود نظام. بصراحتك هذه اللي ذهلتني وما جابت ليش فرصة إني أتحمس أكثر يعني في استفزازك. أشيك ترد على سؤال يعني اللي كانوا يقتلوا في صعدة واللي كانوا يقتلوا في الجنوب أيام علي عبد الله صالح كنتم شركاء، لم يجعلكم تتخذوا موقف منه، لكن بعد ثورة مصر اتخذتم موقف على 4 ولا على 5 ولا على 7 قتلوا. أولا احنا انتقدنا. ليش ما قدمت استقالتك قبل أثناء الحروب صعدة؟ أولا أنا انتقدت علي عبد الله صالح كثير وهو لا يستطيع أن ينكر، نصح كثير وكنا ناصحين له كثير. هو ما كان يسمع، لا بالعكس كان يسمع. طيب ويقلب اليوم الثاني، هذا الشيء راجع. طيب ليش ما استقلتش اول ما بدا استخدام العنف ضد الجنوبيين في ضد الحراك؟ ليش ما استقلتش؟ احنا طالبنا في وقته في وسائل الاعلام وفي مبادراتنا كمجلس تضامن انه توقيف العنف ضد اخواننا في الجنوب، وكانت مطالباتنا واضحه. بس لم تقدم استقالتك. في الحقيقه هل كان ما حدث في مصر؟ أنا حقيقة أنها كانت عضويتي شبه مجمدة في المؤتمر الشعبي العام لها سنين. لا أنا سمعت أنه لم تنتخب، يعني سقط في الانتخابات أو ما فيش حق انتخابات، هذه حق اللجنة العامة. علي عبد الله صالح هو تعمد أنه يسقط كل المشاريع. ليش وانت صديقه؟ يعني تكون تعرفت أنه هو كان يريد أنه يظهر أنه قادر يطلع وينزل. ايش يظهر لك كذا؟ يظهر لي ولغيري. وهذه من العيوب التي جعلت لانه لكل فعل ردة فعل، وعندما تسيء الى الناس سيسيء اليك حتى لو تكون رئيس دولة. وعندما تعتقد انك تخوف الناس وان الناس يخافوا منك، هذا نوع من الجنون والغرور. انت تتعامل مع الناس على انهم يحترموك وانك تحترمهم، ولا ياتي الاحترام الا من خلال التبادل. طيب في 3 يونيو في وقتها انه ان الناس يخافوا من وجود الدبابات والمدرعات والسلاح الموجود مع القوات الخاصه والحرس الجمهوري والاموال الموجوده الذي كان يمتلكها والذي كان يستنزف خزينه الدوله لمصلحته. كان يعتقد ان الناس سيهابوا هذه المقومات الموجودة لديه. بالعكس. طيب ايش شعرت في 3 يونيو 2011 وبعد ما سمعت انه في محاولة اغتيال وكانت بتلك البشاعة، يعني اول جمعة من رجب وقيادات الدولة، بصراحة ايش حسيت؟ والله شوفي، احنا في الحقيقة انه ما نستطيع ان احنا بس نحس كما حصل على علي عبد الله صالح في مسجد المهدين وما نحس ما بيحصل على الاخرين. يعني في جرائم حصلت أوسخ من ما حصل في مجلس في دار زي جماعة الكرامة، في محرقة تعز، ضربه لجنة الوساطة. محرقة تعز حتى الآن ما حد قال لنا رقم محدد. قل لي أنت كم قتلوا في محرقة تعز؟ عشرات. ما فيش ما يثبت. عشرات. في حاورتهم أني حاورت الشخصيات. في كم عشرات؟ ضربه لبيت الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في ظل وجود وساطة ارسلاه. هذه والله انا ما كنتش اسال على ضرب بيت الشيخ، بس حسال الان لانه انت اللي فتحت الموضوع. اشكال موقفك من الاعتداء، قتل المعتصمين، قتل المتظاهرين بالبوازيك وبالبنادق. يعني حصلت جرائم. انا لما ارتكب جرائم في حق الناس وجيت ردة فعل يعني فرحت الذي اصابه؟ لا والله ما. طيب ايش؟ انا والله لن افرح في اصابه اي يمني. طب كان مع المعارضه أو كان مع الثوره او كان مع النظام. ايش كان موقفك؟ كان موقفي انه شيء مؤسف ان اليمن وصلت الى هذا الحد من زهق الدماء والى تفجير داخل المسجد، ولكن من السبب؟ هو السبب علي عبد الله صالح الذي وصل الوضع الى لانه راس النظام. يعني قد يستاهل. وهو يعني قد يستاهل. ما قلت عن حد يستاهل، مش اخلاقي. طيب ايش موقفك؟ مش راضي تقول لي يا شيخ. لو ما عرفت انه هذول حرقوا هذا الذي تم، ايش كان موقفك انت؟ والله ما كان الموقف واضح في وقتها، ان حد حرق حد قتل. انا سمعنا انه قتلوا 2 وان البقيه قناة سهيل كانت القناة الوحيدة اللي قتلوا قتل. علي عبد الله صالح في وقتها خلاه حد يتكلم كانه هو عمل خطاب، وسمعناه خطاب في الليل انه بخير وما فيش حاجه. طب حزنت، زعلت، فرحت؟ ما زعلت.
لم أزعل. ما زعلت ولا فرحت. ولا فرحت. طب أنت متهم وبعض أبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمد أنكم خلف حادثة دار الرئاسة. والله من كان متهم خلف حادثة الرئاسة احنا نطالب بتحقيق دولي في كل الحوادث بما فيها حادثة الرئاسة، والذي يدان في أي قضية من هذا عليه أن على القضاء أن طيب هل حصلت دعوة مثلا أو طلب للحضور للنيابة أو كذا؟ ولا شيخ حميد؟ والله ما أعلم. لا أنا اللي عرفنا الشيخ صادق حلف يمين بأنه لا علاقة له فيها لا من قريب ولا من بعيد، بس في مصادر تؤكد أن لكم علاقة. ما حدش بالبرنامج حقيقة بدليل عليكم. اسمحي لي احنا أولا أنا عن شخصي ما لي علاقة بهذا، وأعتقد أخواني كذلك، ولكن علي عبد الله صالح كنا نتحالف احنا وياه، يعني لو كان لنا قدرة ان احنا نلقاه كان ما يمنع كنت تقتله طبعا. الرجل بيعتدي على بيوتنا ما قتلكش. ما ضربنا بالصواريخ وبالكواتيش وبالمدافع وبالدبابات. ليش؟ لا بيت الشيخ عبد الله وانتم احتلتوا مباني حكومية، هل هذا كان مناسب؟ انا لست مع احتلال المباني الحكومية. طيب. لكن هو من بدأ بالضرب، ولكن احنا لا نريد انه تحصل جرائم مثل هذه في مسجد. هذه مش اخلاقنا كيمنيين، ليست اخلاقنا كيمنيين. واحنا لو كنا نريد نفس ان احنا نطلع الله بس مش في المسجد. وهو كان يقتل لكم؟ حاول، ما حاولناش. هو كان يقدر يوصل لكم؟ حاول ما استطاع. كان يقدر يقتل حسين الأحمر ولم يقتله مثلا؟ حاول جدا. واعتدى لعدد محدد منكم او لصادق وحمير وحميد وحسين كلنا حاول. كلكم؟ نعم حاول. انا تعرضت لاطلاق نار من انصار علي عبد الله صالح واعطاهم فلوس وسلاح في محافظه عمران يوم المهرجان. سمعت، لكن هل كان يعني رساله ام محاوله جاده؟ محاوله جاده، ولكن ما استطاعوا يعني ضرب بيوتنا وصواريخ، والشيخ صادق موجود وجزء كثير من اخواني موجودين. هذه مش محاوله. طب لو انت رئيس جمهوريه، وفي عائله نافذه لها اسلحه واعتدت على مباني حكوميه، ايش كان موقفك؟ لم تعتدي العائله. الصور لم تعتدي العائله. انا هذه اسرتي وانا اعلم ما اتكلم عنه. ايوه. احنا لم نعتدي على المباني. احنا بعد ما اعتدي علينا منها حاولنا ان احنا نسيطر عليها لكي نأمن شرها، ولكن أنا كنت من المطالبين وقتها بعد ما سيطرنا عليها وأخلينا المسلحين الذي كانوا موجودين فيها بل عشرات كان في مسلحين بالعشرات. نعم، وبعضهم حبس سجن وسلمناه للدولة في وقتها. لكن أنا في وقتها اتصلت وطالبت أنه بعد ما جيت لجنة الوساطة طالبت من الأخ الشيخ صادق ومن الأخ الشيخ حميد الموجودين في صنعاء أنه يخلوا المؤسسات، لأنه منظر مش جيد. أنا في وجهة نظري منظر مش جيد، لكن احنا اضطرينا ان احنا ندافع عن انفسنا. عندما حد يعتدي عليك من بيت من مؤسسة، اعتدي علي، لا تعتديش على مؤسسة. اعتدوا علينا من المؤسسات منها. وفي ما يثبت وعرضتهم على لجنة الوساطة موجودة، وممكن تسأل اللواء غالبا كان رئيس لجنة الوساطة. طيب ايش الذي استفادوه بيت الأحمر وايش الذي خسروه من الأحداث الأخيرة اللي تمت؟ فالحقيقة أنا تكلمت معك وكنت صريح وواضح أن فائدتنا الشخصية كانت مع نظام علي عبد الله صالح، ولكن فائدة الوطن وفائدة الشعب وفائدة اليمن هو مع نظام جديد غير نظام علي عبد الله صالح. والنظام الجديد الذي يتعامل مع أنه موظف مع الشعب اليمني وليس الشعب اليمني موظف معه، وإنه موظف في خلال 4 سنين 8 سنين بالكثير سيغادر دائرة الرئاسة ويأتي بدلا عنه، وإنه الجيش ومؤسسة الدولة ومقومات الدولة ليست ملكا له وليس له الحق أن يتصرف بها كيفما يشاء. يعني هل تعتقد أن الرئيس هادي يدير اليمن بسياسة أفضل من الرئيس صالح؟ لا زلنا في فترة انتقالية، والفترة الانتقالية ستأخذ وقتها، وعند الانتهاء من الحوار الوطني والإعداد لانتخابات جديدة، وعندما يتفق اليمنيين على دستور هل يكون النظام يعني برلماني أو نظام رئاسي إلى آخره، عندما يتفقوا اليمنيين على شكل الحكم وكيف سيكون الحكم، لا شك أن هناك سيكون رئيسا موظفا لدى الشعب اليمني. كيف تعتقد أنه لا يجرؤ لجنة الحوار تنجح وأنتم أقصيتم من المشاركة في الحوار؟ احنا لابد يا أخت رحمة أن تفرقي بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة. احنا نفضل المصلحة العامة على مصالحنا الشخصية، لا يعني انه اذا استقسم ليس تماما ان احنا سنقف امام الحوار. سنعمل من اجل نجاح الحوار، ليس من اجل عبد الرب ومنصور او الاصلاح او الاشتراكي او المنظمات. بس من حقك تحاور وتشارك. سنشارك في الحوار وسنعمل كيف تشارك وانت لست فيه؟ لا سنشارك، ستدعى كل القوى. فاحنا ما يهمناش نكون طرف في لجنة الاعداد للحوار
قد ما يهمنا أنه يكون هناك حوار ناجح يخرجوا فيها اليمنيين متفقين على خارطة طريق تؤمن لكل الشعب اليمني مستقبله. طب هل يعتقد الشيخ حسين الأحمر بأن الحوار سينجح؟ بصراحة بدون آمال وأحلام وكلام عام. نتمنى ذلك. بس تتمنى، بس المعطيات ماذا تقول؟ المعطيات لحتى الآن تدل أنه في قصور في الإعداد للحوار، لكن نتمنى أن القصور هذا يستلفى. القصور زي إيش؟ أولا القصور في دعوة المشاركين أو الأخذ برأي الآخرين. اثنين التواصل الحقيقي مع المواطن في الجنوب. يعني تروح تتواصل مع قيادة في الخارج جيد، لكن في قيادات موجودة في الجنوب لا تلتقي منها. القيادات الفعالة الموجودة على الميدان لابد أن تلتقي بها وأن تناقشها وأن تحاول أنك تدخلها وأن تكون جزء من الحوار، لأنه إذا ما تحاورش مع الحراك الجنوبي يعني ما تحاورش مع من يتبنى قضية في الجنوب. طيب هل تعتقد أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بسياستها ومشاركتها في حل الأزمات بطريقتها في الأحداث الأخيرة إيجابية أم إيجابي أم سلبي؟ احنا شوف بالنسبة للسعودية المملكة العربية السعودية حقيقة هي تهم أمن اليمن، لأن اليمن دولة جارة للمملكة العربية السعودية، والسعودية من أكثر الدول التي تهم أن يكون هناك يمن موحد وآمن ومستقر، وهذا ما لمسته من خلال لقاءاتي بكثير من الأخوة في السعودية. لمسته وأنت تستلم أموال من السعودية يا شيخ؟ أنا لمسته. على الأقل تعترف. أولا شوفي أنا كنت أستلم أموال من السعودية. كنت؟ نعم. أيوه. وباسمي الشخصي ورغم أني كنت أستلم منهم أموال لم يطلبوا مني أي عمل على الإطلاق. على الإطلاق. حتى كم كنت تستلم؟ حتى تاريخ كم؟ حتى بداية الثورة. وبعدين ليش ما عاد استلمت؟ لأن احنا وقفنا مع الثورة. لم تدعم السعودية يعني من وقفوا مع الثورة؟ لا. لم تستلم. لا. وكان في كثير يستلموا، ربما كنت الأحدث صراحة أنك كنت تستلم. لا أولا أنا لم أكن أستلم لتخريب أو لعمل ضد اليمن. لإيش؟ هذه علاقاتنا مع السعودية مش من اليوم، لها عشرات السنوات، والسعودية هي تدعم المشايخ وتدعم القبائل وتدعم المنظمات وتدعم المشاريع، قدمت لليمن أكثر من دعمت الاقتصاد ودعمت العملة ودعمت النفط. الشيخ حسين ألا تعد هذه خيانة وطنية أن الواحد يستلم أموال من السعودية؟ إذا استلمت أموال للتخريب واستلمت أموال لإقلاق الأمن والاستقرار ولكن السعودية احنا نعتبر نفسنا احنا والسعودية إخوة يتجي معنا الدين طيب ليش السعودية اللي تدفع؟ يعني في دول أخرى السعودية وإيران ليش؟ السعودية حريصة على اليمن. السعودية علاقتها باليمن لها عشرات السنوات وتربطنا بها أكثر من شيء. يعني تدفع لكم كأصدقاء وتدفع للتجمع اليمني الإصلاح كأصدقاء والجماعة علي عبد الله صالح كأصدقاء. السعودية هي تكسر الجميع وتحاول أنها من خلال كسبها للجميع أنها تقرب بين وجهات النظر وتجنب اليمن أي حروب داخلية. طب ليش تسريب القائمة؟ يعني أنا أجيب لأصدقائي فلوس أسرب القائمة. لا أعلم من سرب القائمة ومن حق في قائمة ممكن تتسرب من النظام السعودي بدون موافقته؟ ممكن ليش لا؟ ما يكون مش هدف منها انه نوقف خلاص تعبنا مش عايزين ندفع. لا زالت تصرف لبعض المشايخ وبعض الوجهاء ما زالت تصرف. ليش يعني وقفوا مع الثوره ما تدفع لهمش والآخرين تدفع لهم؟ والله انا لا هذا السؤال يوجه لهم. انا هي ما قطع. بس عشان نعرف الصوره يا شيخ حسين تحدث بصراحه وهذا ايجابي يساعدنا. ما وقفت السعوديه على كل من وقف مع الثوره. وقفت على الابرز. طيب في لقاءاتي الخاصه معهم كانوا يحدثوني بانها تدعم علي محسن اكثر وتدعمكم. احنا علاقتنا مع السعوديه من قبل علي عبد الله صالح وستستمر بعد علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح علاقتنا مع السعوديه كرئيس دوله، لكن احنا علاقتنا مع السعوديه علاقه تاريخيه ولها جذور بعيده. طب لو عرضوا عليك يدفعوا لك فلوس مرة أخرى هل ستقبل؟ والسعوديين علاقتنا بهم ليست علاقة مادية. يعني ان دفعوا فلوس ما دفعوش فلوس لا يعني ان احنا ارتبطنا بهم من أجل المادة. علاقاتنا علاقات فكر ودين وعقيدة ومصير وتاريخ وصالح وأخوة. فكر ودين وعقيدة وأخوة لا يعني لا لا. يعني صالح مش أخوهم؟ لا لكن احنا علاقتنا لها حوالي 50 يعني من ايام جدي ناصر بن ناصر بن النفوت الاحمر يعني. والشيخ عبد الله كان مرجعيه في اتخاذ القرارات. فبالتالي احنا علاقه. طيب لو الشيخ عبد الله بن الاحمر كان عايش ايش كان موقفه؟ علاقتنا مع السعوديه ليست علاقه ماديه ولكنها علاقه اخويه مبنيه على الصدق. طيب لو كان الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر عايش بصراحه ودائما يعني ونسال عليك يقولوا لي الشيخ حسين اكثر واحد شبه ابوه، ايش كان بيكون موقف الشيخ؟
هل كان سيكون شيخ الجميع ويساعد في حل الأزمات، أم كان سينضم لطرف دون طرف الأخ آخر؟ صادق بذل دور كبير في أنه يكون لجنة وساطة، ولكن كان كل ما قدم واتفقوا على الرئيس السابق على شيء، كان علي عبد الله صالح اليوم الثاني ينقلب ويقدم مشروع آخر. صادق بذل جهد. كان حيستطيع يحيد نفسه بدل ما يوقف مع طرف لا. والله وقيل انه علي محسن قال له لن انضم الا اذا انضميت انت. والله هذا الشيء ما اعلم به، انا ما اعرفش ايش كان بينه وعلي محسن، خالد. ولكن هذه قناعات. ما استشاركش لما انضم؟ لا هذه قناعات، انا لم استشيره ولم يستشيرني. طيب شيخ حسين، هل في تنسيق ما بين مواقفكم انتم كابناء الاحمر؟ يعني في اسر تجاريه البعض انضم هنا والثاني صار هنيك على قول البعض، وفي بيت ابو راس يعني مثلا واحد هنا وواحد هنا، ليش انتم ما كان لكم ليش موقف سياسي؟ تسمي الناس؟ طيب ايش المشكله فيها؟ انتم شخصيات عامه. لا اقصد يعني تسمي بيت ابو لا تسمي، يعني مفترض ان انت كاعلاميه ان انت تتحفظي نوعا ما. ليش تحفظوا حقيقه منشوره؟ وليش تسمي اسره بالذات؟ تسمي الاسر كلها اذا نسمي نحن نقول على سبيل المثال. على سبيل المثال. بعدين في ناس ديمقراطيين زي ما انت الان ديمقراطي موجود وتتحمل اسئلتي المستفزه وبتستمر في الحلقه الثانيه، فهل في انسجام وتنسيق ما بين مواقفكم؟ لا شك ان لابد ان يكون هناك انسجام وتنسيق بين المواقف، ولكن احنا والدنا رحمه الله عليه ربانا على ان كل واحد حر في فكره وفي رايه، ويكون المرجع بيننا هو الحوار والمنطق. فعندما راينا انه ما تعانيه اليمن من مشاكل ومن تهديد للامن والاستقرار اجتمعتم وقررتم؟ اتفقنا انه لابد ان احنا نناصر الثوره الشبابيه السلميه، وحقيقه ان احنا وقفنا معها. طب انا حركز عبرك ان شاء الله، وانا واثقه ان الشيخ صدق كمان الاحمر حيكون ضيفي مستقبلا، لكن بنركز بالحلقه القادمه لانه خلاص الوقت الان انتهى، حول دوركم القبلي، حول العلاقه العربيه والدوليه، ايران، وكثير من الاتهامات الموجهه للشيخ حسين، وهي فرصه، والحقيقه ما تتضحش. هم يتهمون انني حارش بينكم، بس الحقيقه ما تتضحش الا اذا في اداره للخلاف. انت ما تحرجيش، لكن تحاولي تحاولي وهذا من حقك كإعلامية، لكن أنا أنصح أنه في بعض المحاور التي تطرحيها ما تفيدش أنت شخصيا. طيب للحلقة القادمة بسمع منك الكثير، لأنه الآن خلاص، وشكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم، وبنستكمل بالحلقة الثانية المواضيع أخرى. مشاهدينا هكذا استكملنا حلقتنا الأولى مع الشيخ حسين الأحمر، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنناقش قضايا أخرى، دورهم القبلي، رأيه فيما يحدث حاليا، رؤيته المستقبلية، تقييمه لسلطة الوفاق وحكومة